نكون نضحك على بعضنا بالعامية يعني. عرفت؟ احنا جماعة عندنا قلوب بكتاب مسلم والبخاري. هل مسلم وبخاري هم معصومين؟ يعني الله أنزلهم معصومين عن الغلط؟ لا هذا لا، البند فيه الأول، لو روايات سمحت مسلمة. خلينا نكفيه. هذا كفى البند الأول. صحيح، هذا البند كفى. الثاني، هل هل معاوية هو معصوم؟ هل هو يخطئ لا ويصيب؟ أم هو خلاص تكلم بالحق، نطق، نزل عليه الوحي وأنطقوا بالحق؟ فللأمانة أنا صار لي أكثر من شهر أدخل مع الأخوة الصرخية يتكلمون إنه معاوية وكذا، فأنا كان عندي ردة فعل من هذا الموضوع، فقلت بدي أبحث عن هذا الشيء. هل هو معاوية أخطأ بأحد الروايات أنه بسب الإمام علي على المنابر؟ فأنا ما كان عندي اقتناع يعني بهذا الكلام للأمانة. بحثت طولت في البحث، فوجدت أنه هذا الكلام موجود عندنا. هذا الكلام موجود عندنا إحنا كسنة، وعندنا أنه هذا الكلام قيل عن معاوية أنه بسب علي. فأنا كمسلم أنا موحد إن شاء الله سني، هل أنا إذا كان معاوية سب أم لم يسب، أنا بشو راح يفيدني معاوية في الآخرة أو في الدنيا؟ هذا سؤال أوجهه. هل أنا إذا سبيت معاوية أو ترضيت على معاوية يعني هو راح، إن كان بالجنة الله أعلم بحاله، وإن كان بالنار الله أعلم بحاله، يعني هذا لا راح يفيدني لا إن كان بالجنة أم إن كان بالنار. فيا أخي نرجع على نقطة البحث اللي هي كتاب مسلم وبخاري. فإحنا عندنا غلو أهل السنة في هذا الكتابين شيء لا يعقل بكتاب مسلم وبخاري. واستاذ صايل عقب على كلامي قال انه الجماعه الصرخيه هم اخذوا من كتبنا احنا اهل السنه، فهذا حقهم هم يبحثوا ويستدلوا، واحنا معاهم. اذا استدلوا على العتره الحقيقيه اللي حكى عنها النبي صلى الله عليه واله واثبتوها انه هاي هي العتره، احنا اول اتباع الصرخيه ان شاء الله، لانه هاي مثل ما تفضل السيد ابو محمود، هاي جنه ونار، فاحنا هدفنا سنت. الجنه وليس هدفنا النار. فان كان الصرخيه ام ان كان اي ديانه تثبت عتره النبي الحقيقيه فاحنا معاهم. شيء ثاني، فهم الجماعه في حاله بحث يطول البحث معاهم، احيانا يخطئون واحيانا يصيبون، فاحنا معاهم. يعني ان كان اخطاوا وان اصابوا احنا نظل نتفرج لحد وين راح يوصلون بالبحث واحنا معاهم.